السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. حابب أتكلم اليوم عن موضوع يعني مهم. الجميع ملاحظ طبعا أنه بالفترة هذه الأخيرة لاحظنا زيادة ارتفاع عدد الشباب اللي يتوفوا بالجلطة القلبية. تدخل مواقع التواصل تعزيات لشباب صغار في نهاية العشرينات أو في الثلاثينات، تعزيات توفوا بتوقف القلب بذبحة أو يعني بجلطة قلبية. فأنا حابب أستعرض الموضوع هذا معكم ومن وجهة نظري الطبية المتواضعة. ولكن قبل ما نبدأ خلوني نضع يعني قاعدة أو أرضية ثابتة علشان ننطلق منها. انهيار القلب ما يجيش بشكل مفاجئ، بشكل يعني كقاعدة عامة. في حالات استثنائية مش حديثنا عن الاستثناء، نتكلم الآن عن القاعدة العامة. ومعظم الحالات هذه اللي تتوفى بسبب الجلطة القلبية فإن يعني ما حصل لهم من باثولوجية مرضية في شرايين القلب، تمام، ما هياش وليدة لحظة. هناك تراكم على مدى وهناك إهمال. هذه الأرضية. نقول ما هي إيش الأسباب هذه اللي تسببت بأنه صارت الجلطات القلبية هذه تحصل حتى في صغار السن. طبعا أول سبب من وجهة نظري طبعا التوتر المزمن. حتى البريطانيين يقولوا الهمة قتلت الهر. التوتر، ضغوطات الحياة، الوضع الاقتصادي، ما فيش وظائف، يعني تحمل المسؤولية المبكرة، هذه كلها أشياء يعني تأثيرها مزمن على الجسد. ترفع اللي نسمى نحن هرمونات التوتر زي الكورتيزول، وتبدأ هرمونات التوتر هذه بإتلاف بطانة الشرايين من الداخل، وتصبح لديها القابلية أكثر لأن يحصل جلطة على جدرانها. هذا أول نقطة. النقطة الثانية الخمول، الستايل يعني نمط الحياة حقنا، نمط الحياة صارت خاملة جدا جدا. حصل شاب عمره 30 سنة ولا 28 سنة ما قد مشى كيلومتر في الأسبوع، في الشهر ما مشى كيلومتر من الباب، باص، موتور، مواصلات، سيارته، بس ما فيش أي تحرك. 6-8 ساعات يجلس مخزن ولا فوق عمله ولا فوق المكتب حقه ولا فوق اللابتوب ولا في المتكة، وقام ورقد وقام من جنب الباب خطوتين وركب مواصلات. إنه يعمل له في الأسبوع يخصص له وقت هكذا لممارسة رياضة معينة زي الجري السريع مثلا؟ إنه أبدا. هذا الخمول يضعف كفاءة الدورة الدموية ويسبب اضطراب في حرق الدهون والسكر، تمام. السبب الثالث الأكل الحديث. الأكل اللي حناكل الآن أطعمة مصنعة، دهون متحولة، يعني طبعا هذا أسرع طريق لتصلب الشرايين، الأكل السريع هذا حقنا والفاست فود والأشياء هذه. أيضا من ضمن نمط الحياة النوم السيء. أعرف شباب ليلهم نهار ونهارهم ليل، تخازين وسمرات، لا يشبعوا نوم ولا النوم في وقته الصحيح. وقعنا الليلة لباسا وقعنا النهار معاشا، تمام، لكن وضعهم كلهم يعني مقلوب. وطبعا هذا كله يتعب الجسد، يرفع الضغط ويخلي توازن الجسد بالكامل مش فقط القلب. النقطة أيضا اللي هي الخامسة تقريبا التدخين والفيب، وهذه مصيبة المصائب. ولا تصدق حد يقول لك شيشة إلكترونية وفيب ومدري ما هو. كل أنواع السجائر أو التدخين يضرب الشرايين بشكل مباشر ويزيد من احتماليات الجلطات، غير الأضرار الأخرى، السرطانات وإلى آخره. نتكلم فقط عن الجلطات بس، تمام. في عوامل صامتة طبعا أخرى مثل زيادة الوزن، سكري مبكر غير مكتشف، دهون مرتفعة. أحيانا في ناس يتناولوا منشطات معينة أو مخدرات، الله يعافينا ويعافيكم. في نقطة مهمة أيضا أذكرها، الاستخدام العشوائي للمنشطات الجنسية. المنشطات الجنسية بشكل عام هي آمنة وفقا للترشيد الطبي، وفقا للجرع الخاصة الذي هي معمولة يعني مصممة عليها. هي تعتبر آمنة بشكل عام لاستخدامها في علاج الغرض الذي صنعت لأجله. طبعا أنا أتحدث عن الفياجرا وأخواتها، الأدوية الرسمية، ما أتحدث عن الأعشاب والخلطات، هذه بلاوي وكارثية لوحدها. أتكلم عن الأدوية الرسمية. فزي ما قلنا هي آمنة، لكن وين مشكلتها؟ لما تخلط مع القات. كيف مع القات؟ يعني واحد هو مخزن ولا بعد القات مباشرة، بعد القات بساعة، لأنه أثر القات يمتد لعدة ساعات. طبعا في مشكلة هنا. وعادوا كمان فوقها بعض الأحيان يشربوا مشروب طاقة،
يعني قات ومشروب طاقة وزغف حبة بعدين بالأخير كملها. تمام. طيب أدوية القات مشروبات الطاقة هذه ترفع النبض وتسبب انقباض في الأوعية الدموية، بينما أدوية المنشطات الجنسية هذه العكس، توسع الأدوية، توسع الأوعية الدموية. إيش يحصل هنا؟ يحصل تضاد داخل الجسم في عملها، فهذا يسبب تقلبات حادة في ضغط الدم، يسبب عدم استقرار في الدورة الدموية، ما يعني احتمالية كبيرة بحدوث تشنجات في شرايين القلب. إذا توفرت عوامل أخرى باطنة الشخص برضو قد يكون يقلها أو حتى يعلمها، قد تكون النتيجة كارثية. وهنا طبعا في نقطة مهمة جدا حابب أذكرها في السياق هذا، يعني ضعف الانتصاب نفسه هذا الذي الشاب يلقى علشان يتخلص منه يأخذ الأدوية هذه. يا جماعة هذا هو بحد ذاته قد يكون أول إنذار مبكر لمرض في الشرايين، أول جرس إنذار يقرأ لمرض في الشرايين، بما في ذلك شرايين القلب. بل للعلم يعني حسب الدراسات إنه ضعف الانتصاب هذا غالبا ما يسبق ظهور أمراض القلب والأزمات القلبية من 3 إلى 5 سنوات. أول ما يبدأ يظهر قبل ما تحصل الجلطة القلبية هذه أو مشاكل القلب، يبدأ يظهر أول شيء ضعف انتصاب لأسباب باثولوجية لا المقام يعني لا يسمح لنا أشرحها. فإذا ضعف الانتصاب بحد ذاته لا تتعامل معه أنت كمشكلة عابرة. إيه لو ظرف مؤقت ضغوط مشاكل حصل كذا أوكي مش مشكلة، شفته أنت مستمر معك، لا يا أخي روح تبحث عن السبب، لأنه قد تجد أنه في مشاكل تتعلق في الأوعية الدموية، فأنت تلحق نفسك وتكتشف أشياء بتعالج لك مش بس العلة هذه، وعلة أخطر منها تتعلق في القلب. طيب طبعا في أمراض وراثية صامتة مثل اعتلال عضلات القلب الضخامي، مثل متلازمات كهربائية مثل اسمها متلازمات بروغادا. يعني لكن أنا حديثنا ماشيش يتوسع كثير، نحن نتكلم فقط عن الجلطة القلبية، الجلطة القلبية. أما المتلازمات هذه الأخرى الوراثية وكذا فهذه موضوعها وسياقها في يعني مجال آخر. بس خليني أقول حاجة، شوفوا نحن ذكرنا الآن أهم الأسباب اللي حاصلة، بس اسمعوا مني، أكبر سبب وأعظم سبب وأخطر سبب على الإطلاق هنا في اليمن، بغض النظر عن الأسباب السابقة كلها هي أسباب حقيقة، يعني أسباب كبيرة، لكن يعني أنا أعتبره هو رأس البلاء. تمام. موضوع التجاهل، الدعممة. ونحن للأسف الشديد اليمنيين يعني ملوك وأباطرة الدعممة والتجاهل. يعني أنا أشتي لو إنه حد سأل الناس هذون الشباب اللي توفوا رحمة الله عليهم بالذبحة القلبية هذه بالجلطة القلبية، كم واحد منهم شعر بألم بصدره امتد للكتف أو امتد للفك؟ كم واحد منهم شعر بضيق نفس؟ كم واحد منهم شعر بخفقان في قلبه؟ تمام. يعني وبالأخير دعمم، الرجال حبة فوار وحبة اسبرين ورقد والأمور سابر. هذه الدعممة هي المصيبة. الدعممة، الإهمال، أنا أسميها الإهمال، هو رأس المشاكل هذه كلها. فمثل ما قلت لكم لو رحنا نسأل، لو كان يعني حد سأل هؤلاء الشباب يعني عن هذه الأعراض، أجزم يقينا أنه على الأقل عرض واحد اشتكى منه دعمم، اشتكى منه بشكل متكرر. نرجع للقاعدة حقنا الأول اللي قلناها الأرضية الثابتة، إن القلب لا ينهار فجأة وإنما يهمل بصمت. طيب لذلك يعني ألم في صدرك مع بذل الجهد، ألم يمتد للذراع للفك، ألم يمتد أولى ظهرك تقول نفرة، ضيق نفس غير مبرر، خفقان مفاجئ، دوخة، إغماء، هذه أشياء لازم ما تترك نفسك كذا، قيم وضعك الصحي، مش حبة فوار وحبة اسبرين ودعمم لا قدام. طيب في شيء كمان يعني نقطة هنا برضو جزئية، ولو نحن طولنا عليكم لكن قدوا لي الأهمية. يعني أنا في مفهوم الشيء صحيحه، يعني يجي واحد شيء يشتكي من ألم متكرر، طيب راح عمل الطوارئ، عمل له معروف الطوارئ التخطيط، وبالذات الإسعاف حق الفقر هذا التخطيط وأنزيمات القلب طلع سليم، خلاص توكل على الله، روح فرحان الأمور طيبة الحمد لله، خلاص يعيش حياته طبيعي. حتى لو تكرر له الألم ما شارعش عمل مرة ثانية، قد طلع سليم الحمد لله، يمكن من القولون ولا فم المعدة. تمام. طيب يا جماعة الخير،
الاكتفاء بقراءة طبيب الطوارئ للتخطيط وفحص انزيمات القلب مش كافي، لأنه صحيح أنه في اللحظة هذه الأمور طيبة، لكن مش معناه أنه الأمور طيبة بشكل عام. بمعنى آخر، مرض القلب يا إخوة ويا أخوات مش هو عرض واحد معزول، لا، هو عبارة عن منظومة باثولوجية متداخلة، منها ما هو متعلق بالشرايين، منها ما هو متعلق بعضلة القلب، منها ما هو متعلق بكهربائية القلب. قضية سويت تخطيط وطلعت وانزيمات القلب وطلع سليم أنا بخير 100%، هذا كلام غير دقيق. تخطيط القلب صحيح أداة مهمة، لكن أشبه بأنك تأخذ لقطة. يعني تخيل معك فيلم وخدت له صورة واحدة، صورة بكاميرا، ما شفتش الفيلم كامل، بس صورة. تقدر تحكم على الفيلم على محتوى الفيلم كامل؟ لا طبعا. مثل بالضبط ما هذا هو اللي يحصل في الطوارئ. تمام. يعني قد هذا التخطيط يكشف لك بعض الاضطرابات الكهربائيه مثل متلازمات بروغادا، اضطراب الكيوتي، علامات الجلطه القلبيه او الذبحه يعني المبكره، لكن قد يكون ايضا طبيعي جدا، ومع ذلك في عندك مشاكل خطيره مثل تضيق الشرايين المبكر او بعض امراض عضله القلب. إذا التخطيط الطبيعي ما يعنيش بالضرورة إنه قلبك سليم. لذلك إذا كان عندك أعراض متكررة لا تطمئن بزيارة عابرة للطوارئ وطبيب الطوارئ، تمام، لكن لازم أن ترجع تزور المختص، لأنه الاطمئنان الحقيقي يأتي عبر التشخيص الصحيح لحالتك، تمام، وما يأتيش عبر فحص واحد في الطوارئ تخطيطه فقط وإنزيمات القلب، لكن من قراءة كاملة للصورة، الأعراض، تاريخك، الفحص السريري، فحوصات مناسبة، هنا تكتمل الصورة. فالخلاصة يا أعزائي، أنت ما تستطيع أنك توقف ضغوطات الحياة ولا أنك تغير الظروف اللي حولك، تمام، لكن على الأقل خفف من مدى استجابتك أنت لهذه الظروف. الهمة الزايدة والتفكير الزائد والإرهاق هذا هو لن يقدم ولن يؤخر، خليها على الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، على الأقل احمي قلبك، تحرك، يعمل لك بالأسبوع 3 أيام، حتى 3 أيام مشي سريع في الأسبوع 20 دقيقة أسبوعيا، وخلي هذا روتين. نظم نومك، نام نوم صحيح في الوقت الصحيح وبالكمية يعني والقدر الكافي الصحيح، وانتبه لأكلك، انتبه لنوعية طعامك، وابتعد عن التدخين، ابتعد عن التدخين، أخطر شيء أيا كان نوع التدخين. لا تصدق فيب، شيشة إلكترونية، كلها مضرة وخطيرة على القلب وبقية أجزاء الجسم. خفف القات إلى أدنى مستوى. أنا بقول لك اقطع القات، لأنه وأنا أقول لك إذا بتقطعه فأنت خير وبركة، أنقذت نفسك من بلوى، من دمار. لكن كثير منكم بيشوفوا أن هذا الموضوع صعب، فعلى الأقل يا جماعة خففوه إلى أضيق نطاق. مش ضروري يوميا تخزن، مش ضروري هذا الجهد والخسارة المالية والحرام والجهد هذا اللي تحمل نفسك إياه حتى على المستوى الصحي، مش فقط على المستوى المالي. وما تأجلش الفحص. أسلوب الدعم مع حقنا نحن اليمنيين هذا ما هوش سابر. قيم حالة قلبك عند ظهور أي الأعراض اللي احنا ذكرناها فوق. باقي نقطة، أنا عارف لأنه في دحين كثيرين الفلسفة تقول لك فلان ما كانش يدخن، فلان ما أدري ما وكان أموره تمام، ولا كان في شيء من ما هو ومات توفى بجلطة. لا يا أخي، أنا بجيب لك هي مقدما. أولا أنت الحالات اللي تتحدث عنها هذه، فلان اللي كان ما يدخن وكان ولا يخزن ولا، أولا هي القليلة الشاذة النادرة، تمام، هذا رقم 1. رقم 2، أنت ظاهريا حتى هو علم نفسه يشوف نفسه إنه صحيح ظاهريا، لكن ما دراك إنه في الخفاء شيء. أحد السيناريوهات الآتية، عنده استعداد وراثي صامت مثل اضطرابات الدهون العائلية وما تنكشفش إلا بفحوصات دقيقة، عنده اضطرابات تخثر غير مشخصة، اضطرابات في تخثر الدم غير مشخصة، تمام، هذه تؤدي إلى تكون خثرة بشكل مفاجئ، وظاهريا يبان إنه سليم شاب ونحيف، يعني جسمه مش ممتلئ وأموره تمام، داخليا في هذه البلاوي. عنده ما دراك أيضا عنده تشوهات شريانية، مشاكل خلقية في الشرايين التاجية، عنده تشنج بالشرايين التاجية خاصة مع التوتر أو بتناول بعض المواد، عنده عوامل ضغط، حياة غير مرئية بالكامل. الصورة عندك أنت ما هيش مكتملة لما بس مجرد ما يدخنش ما يخزنش، لا، هذه الأشياء كلها هل أنت استثنيتها؟ لا، إذا لا تتكلم. يعني بالمختصر إنه في عوامل خطورة موجودة بس ما يتم تقييمها أصلا، ما يتم تقييمها. والعاقل ما يبحث عن ضمان مطلق. ما فيش في الطب حاجة اسمها الطب ما يعملش بمنطق يعني إما 0% أو 100%، ما بيش الخبر هذا. الطب يتعامل بمنطق كم خفضنا احتمالية الخطر، وبالأخير الموت والحياة بيد أرحم الراحمين، ولكن على الأقل أنت أديت اللي عليك،
يعني حملت الأمانة صحيحة اللي ائتمنك الله إياها، صحة قلبك، وبعدين ما قام من الله خلاص